كده حلو كويس. اتكل على الله. معايا النهارده ضيف مهم جدا، مسؤول مهم جدا. حد هنتكلم مع بعض عن العلم، عن المعرفه. ليه الناس ما بتتعلمش؟ ضيف من طراز خاص، طراز خاص جدا، وهو رفض يذكر اسمه، لكن معلوماته وعلمه هم اللي يهمونا مش اسمه. احب الاول احيي حضرتك. ازي حضرتك؟ منورني يا فندم. انا متشكر جدا جدا، وانا سعيد ان انا معاكم في البرنامج ده. وحقيقه يا بروف انت بتقدم يعني كل شيء جميل وفي صراحه ورقي في الحوار، وسعيد ان انا موجود معاك. آه، قبل ما حضرتك تبقى موجود معانا، كنت لسه بتكلم على الناس، التعلم والعلم، والناس عايزه تتعلم ولا لا، او العلم، او يعني هل يا ترى العيب من الناس ولا من المنظومه التعليميه نفسها؟ وطبعا انت استنيت حضرتك تجي لنا مده طويله جدا، والحمد لله انك شرفتنا في يوم صعب زي ده، يعني متشكر لوجودك. فعايزين نعرف، هل التعليم في مصر قائم بدوره ولا العيب من الطالب نفسه؟ في الحقيقه قبل ما اتكلم عن التعليم، انا احب اشكر الانسه ميمي جدا على الدور اللي عاملاه النهارده، ونتكلم بجد بقى يا بروف. طبعا انا اساسا ما يعني ما بحبش يبقى حواري كوميدي، ولا بحب ادخل الهزار في الجد ابدا يعني. الحقيقه منظومه التعليم في مصر قويه جدا 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 جدا، تقدر تقول عليها في قوه الحديد، وده بيفقدها الجانب الحسي شويه، يعني بيخلي الناس مش حاسه ان التعليم فيه جحود. بس في الحقيقه هو لا فيه جحود ولا فيه جمود، ولكن الطالب نفسه مش قادر يستوعب المنهج او الاستراتيجيه البولنديه السوفيتيه السودانيه المختلطه اللي احنا داخلين بيها. بنعلم الطالب بيطلع من 6 ابتدائي مفترض انه يعرف يصنع قنبله نوويه، ده مفترض. ومفترض انه عارف كل العلوم، العربي والانجليزي والحساب والرياضيات، كل حاجه كل حاجه، وبياخد حصص العاب وحصص موسيقى. حصص الموسيقى نفسها اللي بياخدها والوزاره بتديها له تنميه انه يبقى عضو في اوركسترا برلين الفيلهارموني. وطبعا انا مش عايز اتكلم كتير، اكتر من 3 أو 4 عازفين اكسليفون عالميين من عندنا اللي هم بتوع الصبح دول. كذلك الانشطه الرياضيه، ما تقدرش تنكر ان كل رياضيين مصر اللي انت معجب بيهم، ابو تريكه وبركات وكوشيكابالا، كل الناس دي خدت حصه العاب في ابتدائي. يبقى التعليم هو اللي اثر فيهم واداهم الفرصه دي. نيجي بقى للحصص والمنظومه التعليميه. معلش انا اسف جدا للمقاطعه، معلش انا متاسف جدا لمقاطعه حضرتك، بس انا عايز اتكلم في موضوع مهم قوي. حضرتك بتتكلم دلوقتي على طالب في الفصل مثلا او في الالعاب. هو في ملاعب في المدارس او في حاجه؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس انتوا شايفين كده، طالما خلاص ابطال العالم والناس بتلعب كوره وكل الناس دي طلعت من المدارس عندنا، يبقى وزاره التعليم هي اللي معلماهم الرياضه كده خلاص. طيب بالنسبه بقى للفصل اللي فيه 60 طالب قاعدين فوق بعض على ترابيزه وكرسيين، بالنسبه للفصل الحر، بالنسبه للمدرس اللي ما بيديش حاجه في الحصه وبيديها في الدروس الخصوصيه، وكل الناس بتضطر تدي دروس خصوصيه، بالنسبه لل5 6000 جنيه اللي بتركنهم كل اسره في اخر السنه للثانويه العامه او غير الثانويه العامه عشان العيال ياخدوا دروس وينجحوا، بالنسبه للعيال اللي طالعه من مدارس مش فاهمه حاجه خالص من اللي خدته، بالنسبه للناس اللي بتتخرج من الجامعه ومش فاكره حاجه خالص من اللي خدته، بالنسبه للعلوم والتكنولوجيا اللي بنستوردها من الخارج وما بنلاقيهاش في مصر، بالنسبه لان احنا دوله مستهلكه للتكنولوجيا وغير منتجه للتكنولوجيا. ما هو دور التعليم في هذا الموضوع؟ معلش اسف جدا، ممكن تعيد السؤال معلش لانه طويل. يعني حضرتك انا اسف جدا. بص حضرتك، انا ما عنديش غير 2 بس هم اللي مضايقني في المنظومه التعليميه، ابله صباح واستاذ مراد، والاثنين حولناهم للتحقيق لان دول اساسا ما بيشوفوش شغلهم، حصص التاريخ وحصص الجغرافيا، بالذات حصص التاريخ والجغرافيا بس هم اللي عندي شويه فيهم كرشه نفس كده، لكن الباقي كله التعليم زي الفل، وعندي طلبه ناجحين ونادرين جدا ومستويات علميه عاليه جدا جدا، وعندنا علماء بيتخرجوا من مصر. يعني الدكتور احمد زويل مصري ده ولا من الفلبين؟ مصري. يعني اتعلم هنا حضرتك في التعليم بتاعنا على نفس الدكه ام مسمار اللي بتقطع البنطلون، يبقى حضرتك تشتكي من الدكه دي. اشمعنى الدكتور زويل ما اشتكاش وكل سنه بيجي يزورنا، بيروح اسكندريه ويقعد له نص ساعه ويمشي؟
ليه؟ مش ليه بيمشي، لا ليه بيجي. فدلوقتي انا عندي اذا كان الطالب عايز يتعلم، انا بقولها من الاخر، لو الطالب عايز يتعلم هيتعلم. لو الطالب رايح المدرسه عشان يلعب مش هيتعلم. كويس؟ واحنا عندنا دلوقتي عمليه اصلاح في المنظومه التعليميه، ويجب ان احنا ناخد وقتنا عشان نصلح المنظومه دي، وما نهاجمش بالشكل ده، وندي لنفسنا فرصه للنجاح، والنجاح طلابنا ولرفعه وكرامه مصر وعزتها. واشكر حضرتك جدا، شكرا جدا للكلام اللي انا قلته، وانا قلت كلام مهم جدا. انا بشكركم جدا جدا جدا، واتمنى ان انا كنت اجي الحلقه دي من زمان. متشكر ليك يا بروف قوي، شكرا. وهكذا أنهى الضيف كلمته وقام يجري. وغدا في حوار جديد مع مسؤول جديد بنفس الطريقة. وأنا قلتها كلمة يا سمير، إذا ما كانوش هم هيتصرفوا يا سمير إحنا هنتصرف. ويا ميمي مفيش ولا جول لغاية دلوقتي، اخترت الأكل اللي مأكلهولي. قاعد بقالي ساعة على الهوا بتكلم ومحدش، مفيش الو، مفيش. سمير انت رافع السماعة يا سمير ولا ايه؟ اطلع يا سمير، اطلع يا سمير، انا عايز اتفرج على الماتش. اطلع يا سمير، اطلع يا سمير.